السلام عليكم. اهلا وسهلا بكم في قناتي قناة فن الكروشيه. مرحبا بكم في فيديو جديد لكل محب الكروشيه. جربتوا تعملوا وردة الروز فلاور بالكروشيه؟ يلا بينا نعملها مع بعض في الفيديو ده بطريقة سهلة جدا وخطوة بخطوة بدون تعقيد. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش كمان تعملوا كومنت وتقولوا لي رأيكم في الوردة. ومش عايزة تكتبي كومنت على الوردة، يا ريت تصلوا على النبي في الكومنتات ونكسب ثواب كلنا مع بعض. يلا بينا نشوف الفيديو. احنا ان شاء الله هنستخدم في الوردة دي لونين، هنستخدم اللون الاخضر واللون الاحمر، وهنبدأ شغلنا باللون الاخضر. هنشتغل 125 غرزة. هنعمل عقدة البداية، وبعد كده هنرتفع ب125 غرزة سلسلة. 1 2 3 4. زي ما انتوا شايفين كده خلصت السلسلة مكونة من 125 غرزة سلسلة، وده بيكون شكلها. وبعد كده هنبدأ غرزة عمود بلفة في 8 غرزة سلسلة. هنلف الخيط على الإبرة بالشكل ده، وبعد كده هنعد 7 غرز من بعد الإبرة. 1 2 3 4 5 6 7 8. هندخل في التامنة وهنشتغل غرزة عمود بلفة عادي. وبالشكل ده هيتكون عندي الفراغ ده. وبعد كده هرتفع 2 سلسلة، 1 2، وهسيب غرزتين، وفي التالتة هدخل وهعمل غرزة عمود بلفة. هسيب 1 2 وهدخل في التالتة واعمل غرزة عمود بلفة. هلف الخيط على الإبرة وهدخل في قلب السلسلة واعمل غرزة عمود بلفة. وهيكون اتكون عندي بالشكل ده الفراغ التاني زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وهنكرر وهنرتفع 2 سلسلة، 1 2، وهدخل برضو في الغرزة التالتة من غرز السلسلة وهرتفع عمود بلفة كمان. 1 2، والتالت هدخل واعمل غرزة عمود بلفة كمان. هرتفع عمود بلفة، وكده كونت الفراغ التالت عندي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وهنفضل ماشيين بالشكل ده لغاية ما نخلص السلسلة كلها. هسيب غرزتين وهدخل في الغرزة التالتة واعمل غرزة عمود بلفة واعمل 2 سلسلة، وارجع تاني اسيب غرزتين وادخل اعمل غرزة عمود بلفة في الغرزة التالتة. وبالشكل ده هفضل ماشية لغاية ما اخلص السلسلة كلها اللي عندي. كده بعد ما خلصت السلسلة كلها زي ما انتوا شايفين كده، وتكون عندي 40 عمود بلفة. بعد كده هنعمل سلسلة وهنقفل وهنقص الخيط. بعد كده هشتغل باللون التاني وهنعمل عقدة البداية. وبعد كده هدخل في اول مربع عملته وهعمل فيه غرزة حشو بالشكل ده. هناخد خيط البداية معايا وهشتغل عليه، وبعد كده هرتفع 2 سلسلة، 1 2، وهدخل في نفس المربع واعمل 7 عمود بلفة. 2 3 زي ما انتوا شايفين كده. عملت 7 عمود بلفة في اول مربع بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنقص الخيط الزيادة ده
وهنكمل شغلنا وهندخل في المربع التاني وهنشتغل فيه غرزة حشو. وبالشكل ده كونت اول بتلة عندي. بعد كده هدخل في المربع اللي عليه الدور وهشتغل فيه 7 عمود بلفة. تلاتة، 4، 0 ما انتوا شايفين كده عملت البتلة التانية 7 عمود بلفة، وهدخل في المربع اللي عليه الدور واعمل غرزة حشو. بالشكل ده انا كده كونت البتلتين. هدخل في المربع اللي عليه الدور وهشتغل فيه برضو 7 عمود بلفة، واللي بعده هعمل فيه غرزة حشو، وهكمل بالشكل ده وهستمر بالشكل ده لغاية ما اكون عندي 14 بتلة بالشكل ده. انا كده عملت بتلتين وهكمل لغايه ما اكون ال 14 بتله. زي ما انتوا شايفين كده خلصت، عملت 14 بتله بالطريقه دي زي ما واضح قدامكم. وبعد كده بعد ما خلصت هرتفع سلسله. عملت طبعا غرزه الحشو اخر حاجه، وبعد كده هرتفع سلسله وهقص الخيط زي ما واضح ما قدامنا كده. زي ما واضح قدامنا كده ده الشكل اللي وصلت له بعد ما خلصت 14 بتلة زي ما انتوا شايفين قدامكم بالشكل ده. وبكده اكون وصلت لنهاية الجزء الاول من عمل وردة الروز فلاور بالكروشيه زي ما انتوا شايفين كده. وان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالشرح، وما تقلقوش في الجزء الثاني هنكمل باقي الوردة. لو عايزين تشوفوا التكملة اول ما ينزل الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، واشوفكم قريب في الجزء الثاني. مع السلامة. احنا ان شاء الله هنستخدم في الوردة دي لونين، هنستخدم اللون الاخضر واللون الاحمر، وهنبدأ شغلنا باللون الاخضر. هنشتغل 125 غرزة. هنعمل عقدة البداية، وبعد كده هنرتفع ب125 غرزة سلسلة. 1 2